الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني خالص، يا رب يكونوا بخير. يسعد أيامكم جميعا يا رب، أيامكم تكون مليئة بالخير وبالسعادة إن شاء الله. تعالوا مع بعض النهاردة هنبدأ فيديو وروتين جديد وجميل، يا رب يعجبكم بإذن الله. أتمنى بس من حضراتكم تضغطوا لايك عشان يترفع الفيديو، ربنا يخليكم يا رب ويجازيكم كل خير. تعالوا معانا بقى مع أول روتين، وكوباية القهوة الجميلة اللي ما نقدرش نستغنى عنها. بجد بتفرق خالص معانا، بتخليكي عندك كده طاقة ان انت تقدري تشتغلي وتعملي كل حاجة. من غيرها بصراحة الواحد بيجيله صداع وما بيعرفش، وبيحس نفسه مش قادر يعمل ولا اي حاجة من قلة النوم وقلة الحركة. وهنا مقطع بسيط جدا جدا لابني وانا بعلمه الصلاة. لسه هو 3 سنين و5 شهور، بس عايزة اعلمه الصلاة وعايزة اعلمه حاجة حلوة. طبعا هو مش هيقدر يصلي يعني الصلاة كلها، بس قلت يعني تدريجيا اعلمه حاجة حاجة كده. وبحاول دلوقتي اعلمه يعني يقرأ الفاتحة كويس بإذن الله. تعالوا النهاردة مع التنظيف العميق. زي ما عارفين البيت المطبخ عايز كل اسبوع او كل نهاية شهر تنظيف عميق كده. خاصة انا زي ما قلت لكم قبل كده، للأسف عندي الشفاط باظ لي فترة خالص ومغيرتوش بصراحة. تمام، فانا كده معتمدة على حتة صغيرة هصورها لكم قبل كده، وحاطينها شبكة يعني حديد كده يا دوب بتطلع الدخان، وبرده مش قد كده ما بتطلعش، وبرده تلاقي السيراميك مليان دهن وحاجات زي كده. غسلت المواعين المهمة، وخليت المواعين اللي فيها لبن وزيوت وحاجات زي كده بخليها اخر حاجة. تمام، عشان تنضف معايا التنظيف يعني ايه عميق وحلو كده. بسخنها ميه سخنه خالص، تمام، وبحط لها بيكربونات، وبحط لها شويه خل عشان خاطر اتخلص من الدهون كويس خالص. احنا عارفين لما بنغلي اللبن كويس، خاصه اللبن البلدي، بيترك دهون معانا في الحلل وكده. والبوتاجاز برضو عندي فيه مشكله، لعله ان شاء الله الايام الجايه تكون في خير باذن الله، ونشتري بوتاجاز حتى لو صغير على قدنا باذن الله. وبعد كده همسح الرخامه كويس وانضف الرخامه، عشان خاطر ايه دي بنعمل عليها مخبوزات وبنعمل عليها حاجات كتيره خالص، فلازم تحافظي على نظافتها اول باول. وتحاولوا ما تخلوش اي حاجه على الرخامه، عشان خاطر ايه بتدي راحه نفسيه فوق ما تتصوروا المطبخ لما تدخلي مطبخك. تمام، وزي ما عارفين بصراحه الراحه النفسيه لو الست او الام بيها تمام، يعني توفرت معاها وكده، تحس البيت كله سعيد، لان هي اللي بتدي، وهي اكتر واحدة اللي بتتعب في البيت، وهي المجهود للاولاد للمذاكرة وللبيت واكل وطبيخ وغسيل وتنظيف وروقان، كله على الام ده. فكل ما الام تكون سعيدة كل ما البيت يكون سعيد، والسعادة للأسف ما بتجيش غير مننا احنا. تمام، فاحنا نهتم بنفسنا ونهتم بأمور حياتنا. وبعد كده هغسل الحوض معاكم غسلة حلوة خالص، تمام، عشان خاطر ايه الحوض زي ما قلت لكم اخر حاجة خليت المواعين اللي فيها دهون عالية. فمعايا ايه عايز ضحكة كده جامدة خالص مننا بليفة خشنة كده وننضف. وبعد كده ايه هندخل على الفطار بتاعنا اللي عملناه كده. فطار خفيف وحلو كده. شوية فول بعملهم بالسمنة البلدي، تمام، وبعد كده بهرسها هرسة جميلة كده بيبقى حلو. وتحط عليه اول حاجة بيضتين، تمام، بتحمرهم، وبعد ما تحمر البيضتين في السمنة البلدي كويس ويستووا، تنزلي كده بشوية فول حلوين وتهرسيهم مع بعض. بجد جربوها، فطار جميل جدا 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 فوق ما تتصوروا. انا بعمله ليا فترة. حلو، يعني نوع من انواع التغيير الفول والبيض، تمام، بطريقة جميلة وحلوة. وبعد كده زي ما شايفين حضراتكم، زي ما قلت لكم يستوي كويس خالص معاكي، اهم حاجه يستوي كويس عشان خاطر بعد كده تحطي عليه الفول. ممكن انا بعمله ساعات بتحطي جبنه عليه قريش كمان، جربوها بالطريقه دي او دي، تمام، بيبقى حلو خالص. اول البيض كده ما يبدا يبرد، او بمعنى اصح يكون دافي، تحط عليه الجبنه القريش بيبقى حلو. لو هتعمليه بالفول هو وكده على البوتاجاز، تنزلي بالفول زي ما شايفين حضراتكم كده وتقلبيه كويس، بيبقى طعمه جميل. بس اهم حاجه بالسمنه البلدي لو هتحطي معاه فول، او هتحطي جبنه قريش. وعملنا جبنه طعميه جاهزه بصراحه، وجرجير ومخلل كده. والحياه الحمد لله حلوه وجميله خالص. بنحب يوم الجمعه ده، اليوم ده بالنسبه لنا يعني ما بنحبش ناكل طبيخ، بنتجمع كلنا فيه. واحلى فطار بصراحه بنحبه فطار الطعميه والفول، والفطار التقليدي الطبيعي الجميل بتاع المصريين، تمام.
وزي ما شايفين حضراتكم هنزل بشوية ملح وشوية كمون حلوين خالص بيدوا طعم جميل، ما اقدرش اوصف لكم للفول للبيض خاصة الكمون. لو ما فيش اطفال هياكلوا معانا ممكن حضراتكم بنحط فلفل، بنحط طحينة، بتقدري تلعبي في الأكل براحتك، لكن بصراحة الأطفال بيحكموكي 180 درجة في الأكل، تمام، عشان خاطر هم يعني بنخاف على معدته. بعد كده طلعنا فوق أخدنا قاعدة في السطوح، بصراحة كان الجو حلو خالص بعد العصر، وطلعنا فتحنا الباب على الطيور، عند الطيور هناك، وطلعنا من بره هصوركم المكان. بنحط كراسي وحاجات، وهو نوع من تغيير الجو اللي على قدنا وعلى قد حالنا، تمام. والفراخ والبط ادينا لهم الاكل والعلق.